إدارة الزمالك تؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة لهذا السبب. مسؤول نادي الزمالك يفرض حاليا حالة من السرية الكبيرة على الصفقات الجديدة والتي اتفقت مع إدارة النادي من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. هذه الحالة من السرية على الصفقات بتأتي لحين حل أزمة إيقاف القيد والتي تعرضت لها القلعة البيضاء بسبب مستحقات اللاعب الغاني إتشومبونج مهاجم الزمالك السابق، بالإضافة إلى مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وأيضا حق رعاية وادي دجلة في اللاعب السنغالي إبراهيم نضاي. بيرى مسؤول نادي الزمالك أن الأولوية في الوقت الحالي في حل أزمات الفريق، والتي بدأ حلها مسؤول النادي بقيد 30 لاعب في القائمة الأولى، حيث يتم تكثيف المحاولات لجمع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة، وبعدها يعلن النادي عن الصفقات الصيفية الجديدة. ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك عن صفقاته الجديدة خلال 15 يوم، كوقت كافي يكون فيه مسؤول نادي الزمالك انتهوا من حل أزمة إيقاف القيد، حيث اتفق نادي الزمالك مع 4 لاعبين أحدهما لاعب إفريقي.